البعد الثالث هو البعد التربوي. وذم يشدن غير تصرف كاع نحواجي سياك. النبي صلى الله عليه وسلم يناد بلغة الحصر كما ورد ذلك في كتب الصحاح والسنن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه رواية أخرى خرجها الإمام البخاري في الأدب المفرد، رقم الحديث 273: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن مكارم الأخلاق، صالح الأخلاق في الأدب المفرد. أين يعنان التصرف كاع، أين يعنان الأدب. وكاين حواجيث يلا ذي الحضارة إدي جاني الروج اور نكفو اور نحفو اور نفنو تصرف كاع يتوليهن أمذان سافريد نسلامة اور ثكين داما. ممكن مثلا تقرب شوية باش تقدموا شوية إذا كان ممكن. بارك الله فيكم. تزاحموا ترحموا. مثلنا باش هذا في المكان يرى قيما. الوجه التربوي، البعد التربوي. تصرف كاع أتفض ثقبيلي ثنا ثجدي ثنا ثنصلي ثنا أتوليها مذان سين يلهان ذيم كل شيء. ماذ أول يسعى غزال، أول يسعى غزال ذيني ما ربي سبحانه يفكيس زال في سورة إبراهيم الآية 24 إلى غاية الآية 27. ربي سبحانه بين قيمة الكلمة، لأن الكلمة تبني وتهدم. الكلمة تفرق وتجمع، الكلمة ترفع وتضع، الكلمة تزرع اليأس وتزرع الأمل. دوال الكلمة يفكيس ربي يزال في سورة إبراهيم الآية 24 إلى غاية 27: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة يشدي ترزم وترتجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء جذورها ممتدة في عمق الأرض قد تهزها الرياح ولكن لا تقتلعها ولاش تشطى وريهوز وضو. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس حينما تأتي الآية بهذه الصيغة بلا حدود ولا سدود للناس ياك خلقيث. وبعدين شو دينا ومثل كلمة خبيثة اسم الزاي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبعدين الآية 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أول يسعى مازال ذيني مقارنة قبايليث أوال يفنو يتهدو أوال يجبر يتروزو أوال يزيزدي يسلوغو أوال يتساويد شوال يتساويد ثلويث أوال يزرع لياس يزرع السيرم أوال ذيني ممن غالد سيدلس أمازيغ صرف قايلان ذيث مازيغ توصيغ فوال ذيني قارن أي لسيلان ذاك سوم ذا شكيران ذا سنان ذيني قارن
ذي الساجضاني قتظن ثاسدا ذينا إقارا ثلا القراية الثام قرانت وكذاكي أي الروجاكي تجاني مزورة أم كرا نفك ذيك سافوس ذا الروج يسعى نزال يسعى نزار يونور الزميرة في حرك أمنا كينين أذكر غي وذرار أقلق ذي السلة الريف بوذرار أكينين كيني أذرار قث قلعاغ أذرار قث هداغ نغ أذ سنقصغ ذي القديس نغ أذ سنقصغ ذي الغزاليس ذا المحال ثقيذ تصرف كاع وقيل بعد التربوي نحو جيث أكن من الله